يا شباب حياكم الله. اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك ولا لا؟ لو ما اتفرجتش عايزك تكمل الفيديو ده، انما لو اتفرجت اتفرج برضه، عشان انا مش جاي اكلمك في ملخص اللي حصل في الماتش ولا تقييمات اللعيبه ولا حتى احتفال دونج. انا جاي اتكلم على الاسوأ من ده 1000 مره، كرنجات صفحات جمهور الاهلي والزمالك. والفكره دي جات لي لما شفت اللي نزل في الصفحات دي من بدايه الماتش. فخلينا نبدا مثلا بصفحه من صفحات الزمالك، واول بوست لفت نظري كان مع بدايه الماتش على طول. بيقول في ادمن الصفحه: كالعاده شغل القذاره مستمر، مخرج اللقاء قافل صوت المايكات عند جمهور الزمالك وفاتح مايكات التالتة شمال اللي بتهز جبال. وانت ليه حضرتك دايما مهيئ نفسك انك تصيح من غير ما اي حاجه تحصل؟ فقط احب الصياح. البوست التاني بيقول فيه تدخل خطير على ناصر والمفروض انذار، اللي هو بعد اذن الدنيا يعني، ولا صيح؟ طب والله لا صيح. المهم البوست اللي بعده كان فيه سكرين لهجمه للنادي الاهلي، وساعتها حسام عبد المجيد كان هيجيب جول في نفسه تقريبا. لقيته كاتب فوق: بتعمل ايه يا حسام؟ بيجيب جول في نفسه يا اسطى. انت بتسال اسئله غير منطقيه. اما البوست اللي بعد كده كان غريب جدا الصراحه ومش فاهمه لحد دلوقتي. بيقول لك استحواذ زملكاوي بنسبه 57%، ودي كانت 14. ايوه يعني كده 1-0 للزمالك ولا ايه؟ ده انت ادمن مريب وبوستاتك غريبه جدا. بس الادمن المريب يسكت؟ لا، قال لك احنا اللي دخلناهم الماتش، وانا الجمله دي ما كنتش شايفها غير كده. بس الاجمد من البوست الكومنت اللي تحت ده. وطبعا الادمن كان لازم يتكلم عن ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش للاهلي، وقال لك ولا الهوا. بس اللي شدني الكومنت اللي كان على البوست ده، واحد بيقول: طب يا بتاع الصح قول لنا بقى ركله الجزاء اتعادت ليه عشان تنام مستريح بس. نظرياتك حلوه يا ابني والله، انت نظريه حلوه مش قادر اقول فيها. ما ينام مستريح يا عم، هو واكل ورثك. بس انا عشان اخلي الراجل ينام مستريح هقول لك ليه ضربه الجزاء دي اتعادت. عشان في لحظه ما الكوره بتتلعب كان في كام لاعب داخل جوه منطقه ال 18. المهم البوست اللي بعده بدل ما يصيح بدا يقر على نفسه. قال لك لو التحكيم مصري ركله الجزاء مش هتتحسب، ركله الجزاء لن تعاد، ركله جزاء بنتايج في ايده 100%. اسكت الله يخرب بيت ابوك اسكت. بس نبطل صياح؟ لا برضه. مخرج المباراه اسامه الهواري: اتقي ربنا في شغلك، شوط كامل المايكات مفتوحه عند جمهور الاهلي فقط، اتقي ربنا. هو فعلا اتقي ربنا يا هواري. انا طول الماتش كنت بتفرج على الاعاده والواد اللي بيعيط. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الرقيق ده؟ ايه العالميه؟ انت يا اخي بتعيد اللقطات اكتر ما بتستحمى. وفجاه وبدون اي مقدمات هدف التعادل للاهلي، منك لله يا هواري. وانت كنت فين؟ كنت فين؟ وفجاه ضرب الجزاء لصالح الاهلي. طب يا تعالي بقى عشان انا سكتلي. والراجل يعني اتخنق بعد اللي حصل، فنزل بوست كتب فيه تبديلين وسكت. طب دول مين طيب؟ ولا مين اللي هيتبدل مكانهم؟ لا والله انا قلت تبديلين وده اللي عندي، مش عاجبك روح اتفرج في حته تانية، انا اصلا هقفل الصفحه دي. وهوبا الهدف الثاني للاهلي والماتش خلص. طب هنصيح على مين؟ على الحكم؟ لا مش هينفع، كنا بنقول عليه انه محترم. يبقى يلا بينا نشتم في المدرب ويلا بينا نشتم في الاداره. بس سيبك انت، احنا قلنا لهم هنلعب بالابيض ورحنا مفاجئينهم ولعبنا بالكحلي. تخيل دي عقليات الاداره في الزمالك. والله حضرتك معاك حق، يعني هي نفس العقليه برضو اللي كانت بتحسب استحواذ من الدقيقه 14. اسف. وخلصنا من الزمالك، نيجي لاكتر الصفحات الكرنج حول العالم. صفحه فاكره نفسها دمها خفيف، بس روكة احمد سعد بتضحكنا اكتر منها. عايز احمد السقا؟ انا ساكن في السقا اللي فوقيه. لانها مع بدايه الماتش اتريقت على الدخله بتاعت جمهور الزمالك، مع انها جميله والله وعلى الاقل احسن من اللي جه ايده فاضيه. ما علينا. بعدها الادمن نزل بوست لما اتعادت ضربه الجزاء وهو بيقول: في يا جدعان الحكم ده ماله؟ بيشوف شغله والله. تخيل يعني. نبطل بقى اسئله غير منطقيه بعد اذن الدنيا. بعدها الادمن قال لك كوكا بيعاتب تريزيجيه. ايوه بعدين. وتريزيجيه بيشوح له بيقول له اسكت. ما كانش يتخانق. ايوه برضه يعني هنعمل قعده العرب امتى؟ وبعدين ما يشوح له يا عم، يعني لعيبه في قلب بعض، هو كان خالك. بعدها نزل قصيده تقريبا مش بوست، وبيقول فيها عندنا برود غريب والمدرب مش موجود بره والاتوبيس مش لاقيينه. طبق ايه انت عايز ايه بالظبط؟ ومن الاخر كده المدرب بتاعنا مال. عيب قوي تقول كده على المدرب بتاعك. مش ده اللي جاب لك الدوري؟ مش ده اللي كان بيعمل مثلثات وجبنه براميلي؟ بقى مالتي دلوقتي. الغريب بقى في الموضوع ان طاهر اتصاب وخرج ونزل بداله حسين الشحات. فلقيت الكومنت ده ولقيت وراه البوست ده انها بس البوست اللي بعده قفلني من الحياه. قال لك شريف يفسح الزبون والشحات بوم في المرمى. الف مبروك. مرمى ايه الكلمه الغريبه دي؟ اي بالراحه على الزبون. ده انت شبهه بالملي. والله انت اللي براح علينا، يعني انا نفسي اخلف، يعني مش هقول لك اكتر من كده والله. بس الادمن ما يسكتش. الله اكبر، ركله جزاء للشحات. هو الشحات فتح الاندلس ولا ايه؟ في نص المرمى يا زبون. هو ايه ده؟ ايه كلمه زبون الكرنج اللي انت ماسكها لنا دي؟ لا حقيقي انت شخص مبالغ فيه جدا يعني. شحات مين يا راجل؟ ده احنا اللي شحاتين. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي. ده انت حد
قديم وشامم فيك ريحه 2005 وكله كوم. وبعد الماتش كوم تاني خالص لاننا هنخش على فقره كوميكس 2014 زي كده مثلا. اسمعها من غير عياط. مين بطل الدوري؟ الاهلي. شفتني وانا بدهم لك عبر الانترنت. حاجه كده زي كوميكس عمرو دياب وتامر حسني. بص لي ياض ما اقدرش يا كبير. الميم اللي بعده، رغم الخساره انا لسه في الصداره. شريف ابعت حسام عبد المجيد يجيب لي ميه عشان شرق. ده ميم ده ولا اسمه مطوله؟ الشحات اهلاوي، الشحات اهلاوي، الشحات. نخش على الميم اللي بعده، او تقريبا كان بيشرح الميم غالبا. الناس متجمعه في البساتين، واحد معدي بيسالهم في ايه اللمه دي. رد واحد قال له جايين عايزين يتصوروا مع اخوان بزيره. قال له هو بزيره ايه اللي جابه هنا؟ قال له ما هكوك هيجيبه معاه في جيبه وهو جاي. صدق انت عارف. ياسين الاهلاوي، يا عم والله انا مش اعمى، لاعب بتشيرت الاهلي هيكون بيشجع خال حضرتك. قال لك ديربي ايه ابو خطين خد على عينيه. بالله عليك عشان خاطري بلاش ميمز تحط فيه عم مكتوم، خليك في ميمز 2014 وما تكرهنيش في توم بالله عليك. الفرحه حلوه اعرف ما تحته وخط. اما الميم اللي بعده بيقول لك والله غلابه ومساكين يا ابو ازرق يا ابو سنين. بص انا هحاول اتخيل منظر الشخص وهو بيكتب الميم ده، الامام علي او عامل كده برضه لما تخسر من الاهلي. اموتك من البيض، اموتك من البيض. والله ما مكمل الميم عشان خفه دمك دي. بس الادمن برضه مش عايز يسكت. قال لك بركات بيقول لي شيكابالا هارد لك، حاجه كده زي خبر اليوم السابع. الفنان عادل امام اخد دش النهارده. المهم الادمن رجع لاحداث الماتش تاني وقال لك لعيبه الزمالك راحت تاثر على الحكم في قرار البنالتي. بن شرقي للحكم اتس ذا سيم. فايوه انا مش فاهم برضه، يعني اللاعب لابس تيشيرت الاهلي عايز يقول ايه؟ يقول بالله عليك اسمع كلام لعيبه الزمالك، ما كفايه التنشن يا اسطى. بس لازم نرجع لخفه الدم تاني. قال لك النهارده كان في تفوق واضح للزمالك في البطاقات الصفراء للامانه. يا تملي بكلنا يا ابني. والادمن وصلت بيه الحاله انه بقى بياخد سكرينات لنفسه وينزلها كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. ده غير انه محبوس في حقبه 2014. البشوات كمان اخد سكرين لحسين الشحات وهو بيقول فيها مش انتوا مبسوطين بس خلاص تصبحوا على خير. أبكيتنا يا استاذ سمير. هو حضرتك يعني بتجب علينا انت كمان اصل ده العادي يعني المفروض تعمله والله. وحقيقي بقى الحاجه اللي هموت وافهمها، ليه لما لعيب يبقى متصاب مثلا او مش في الخطه وبيتفرج على الماتش من البيت يصور نفسه في لحظه الهدف مثلا؟ حتى اللعيبه بقت اتنشن والله. وفي النهايه احب اقول لك كلمتين، فريقك كسب فريقك خسر، بلاش تفتح السوشيال ميديا. سلام يا رجاله. اديله بونتو جاي اهزر في المجال ده واللي بالي طولته.